السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا في نعمه والحمد لله. اليوم جبت لكم وصفه من وصفات الحلويات الجزائريه التقليديه العريقه اللي هي وصفه السمسه. شكون فينا اللي ما يحبهاش؟ حاضره في عراسنا، في سهراتنا، في قعدتنا. ونروحوا جبتها لكم عفوا بطريقه سهله ومبسطه. قبل من هذا نقول لكم ما تنسونيش باللايكات والانضمام الى القناه ومشاركه الفيديو، ونقول للمشتركات جدد مرحبا بكم معنا في قناتكم وقناتنا، ونتمنى ان شاء الله انه العائله تاعنا تزيد تكبر. نروح مباشره لطريقه التحضير والمقادير. المقادير كالعاده راح نصيبوها في صندوق الوصف. طريقه التحضير سهله. نجيب الفرينه تاعي نكون غربلتها ديجا، انا نديرها بازيك، ما ندير لها لا ملح لا فاني لا والو، على خاطرش حتنسم بالمزهر والحشو تاعنا راح يكون منسم. دونك كيما فهمتكم درت الفرينه تاعي ودرت السمن دايب، درت الكاس ناقص صبع، يعني فهمتكم ناقص صبع كي داير باش تعرفوه. المهم ندخل هذاك السمن مليح في الفرينه ديالي حتى نحس بلي الفرينه تشمخت كامل بداك السمن. تما نروح ندير المزهر ما نقدرش نقول لكم شحال. انا هنا عمرت كاس باسكو كل فرينه وكيفاش، كاين فرينه اللي تشرب وكاين فرينه اللي ما تشربش. نبقى نرمي غير بشويه، ما نتقلقش ونرميه كاع باش ما تجينيش جاريه. اتونسيون برك ديروها جاريه. الوغ نعجنها ولا نلمها ونرمي داك المزهر غير بشويه ونقعد نلم فيها حتى نحسها بلي راهي مليحه. تما نحبس المزهر ولا بات حنتحصل عليها الى تكون شويه ناشفه، ما تكونش جاريه وما تكونش طريه بزاف. انا تخلي الكاس اللي كنت عبرت به السمن وعبرت به الفرينه. نروحوا الحشو انا هنا درت 150 غرام تاع اللوز، يعني اللي هي 3 كيلات. طحنتهم مع الكيله تاع السكر تاعي، طحنتهم خليتهم ينطحنوا مليح باش لافاس تاعي راح تجيني معسله. سورتو في لي فاس سي بيان كو ديروا العسل بلوتو باش تتعسل، الى قد ديروا السكر واللوز وتطحنوهم في رحبه ونزيدوا لها مغرفه تاع القرفه. هنا في النكهات كاين اللي ما يحبش القرفه ديروا لها لافاني، انا نحب القرفه، ما ندير لها مغرفه وتبان لي قليله نقعد نزيد لها. ونزيد 3 مغارف تاع السمن اللي يكون دايب. بون كيما السمن على حسب الكميه اللي تكون عندكم. كانت عندكم كميه صغيره خدموا بالمغرفه صغيره، كانت عندكم كميه كبيره خدموا بالمغرفه الكبيره. المهم نبس السانيك مليح ديك لافارس تاعي ونرمي لها المزهر. شوفوا هما جينيرالمون لافارس تاع الصمصه يديروها كيفاش يديروها محببه، يديروها شغل مفتوله كيما تاع البقلاوه تجي مفرقه. انا نحبها تجيني عجينه، ندير لها المزهر حتى نتحصل على كويرات باش من بعد كي تاكليها وكاع تقعد هذيك لافارس تجي بزاف بنينه وما يبقاش اللوز يتغزغز في فمك هكذايا. كي نكمل لافارس ندير دي بول ونوجدهم شغل مثلثات هكذا كي نخدم بها تجيني سهله. نكمل كامل الكميه اللي عندي. هنا انايا قلت لكم درت 150 غرام تاع اللوز، دارت لي 15 حبه، درت لي 15 حبه يعني مليحه. كيما انا هنا اليوم كانوا عندي ضياف ايا قلت نديرها و ميم طون نتقاسم معكم الوصفه باش تستفادوا معايا. نروحوا نحلوا لاباط تاعنا. شوفوا لاباط كي خليتها ريحت غير لو طون درت لافارس ديجا بدات تطلق روحها عليها. قلت لكم ديروها ناشفه ما ديروهاش طريه. نروحوا نزيد نفهمكم تانيك على لاباري كاين اللي عندهم تاعهم الخشينه هي النيميرو 1 وكاين اللي عندهم الخشينه هي النيميرو الاخراني. دوك هنا واش نديروا باش ما نغلطوش ما نتقيدوش بالارقام. توجور لاباط نفوتوها في وحده الخشينه كامل، من بعد نفوتوها في وحده موين يعني ليبيسور تاعها تكون موين، الثالثه نديروها في ليبيسور اللي نكونوا حابينها. انا في لاباري تاعي هي رقم 6 وكاين اللي عندهم لاباري تاعهم تكمل برقم 9 تجي رقيقه بزاف حتى لاباط تجي ترانسبارونت. دوك نتوما سييو شوفوا الا لاباط ما تكونش خشينه بزاف ما تكونش رقيقه، تكون كيما العجينه تاع البقلاوه. فوالا هكذا. وتوجور ندير شويه تاع الفرينه فوق لو بلان دو طرافاي تاعي باش ما تتكملش ليش العجينه. هنايا نسقمها بالجريوره ولا الجراره ولا كل واحد كيف يقولها. المهم موالفه تخدمي عينك ميزانك، ماشي موالفه تخدمي ديري ان كارطون هكا طويل وخدمي به باش يجوك كل حبه كي خطها. ندير هذاك لو تريونغل تاعي بون كاين اللي يعرفوا هذه الطريقه باسكو جينيرالمون يخدموها في البوراك في البسطيله في شحال من حاجه.
هكذا نحط لافارس تاعي ونبدا نطوي. كي نطوي شوفوا ما نعبصش عليها باش ما تجينيش معجنه، وما نديرها لا بيض لا ما زهر لا والو، انا نديرها ديريكتومون هكذاك. علاش؟ من بعد كي طيب لاباط كامل تطلع في نيفو واحد، ماشي تطلع لك في الوسط هكا كي القبه وفي لي كوتي تبقى طايحه. نقلبها ونحطها في طبسي. دوك نعاود لكم الزوجه هكا باش اللي ما فهمتش في الاولى تفهم في الثانيه. نديرو الطويه الاولى، نعاودو الطويه الثانيه، ونزيدو الطويه الثالثه، وما ندير والو، غير بصبعي هكا نحكمها باش ندير كوا مع كوا تجي لي الحبه يعني سوا. هذه الطويه الزوجه، ونزيد نقلبها الطويه الثالثه ونقطعها بالجراره تاعي، نخليها تريح. كي لو طون نكمل كامل الكميه. كي نخليها تريح نغطوها بسربيته ولا طرشونه باش هذه الفوقانيه ما تيبسليش، باسكو الا يبست لي ودارت لي لاكروت من بعد كي تعسل وكاع طير لك كاع من الحبه ديالك. وكنت عارفوا لو تيست تاع الزيت، نخلو الزيت تاعنا تسخن. كي نشوفوها سخنت نرمي اون بول هكا صغيره تاع العجين، شفتها طلعت سي بون، نبدا نقلي الصامصه تاعي. ما شفتهاش طلعت نزيد نستنى حتى تسخن مليح الزيت تاعي، نرمي الحبه تاع الصامصه ونقعد نرمي عليها الزيت باش نطيب لي تانيك في الوسط، ما تبقاليش معجنه. كي تشوفوها بدات تطلع لكم في هذا الكوتي حكموها غير بالمغرفه تاعكم، براس المغرفه، وقعدوا شايدين حتى تشد روحها سي بون. كي تلصق حبسوا. نقليها كي تشوفيها حمرت من تحت قلبيها، ولازم كولور دوغي باسكو ما تنساوش بلا رايحين نعسلوها. نخليها تقطر مليح وتبرد مليح. الا تتعسل بارده نجيب العسل تاعي. العسل تاعي ما فيه والو، يكون عاقد وثقيل، نديرو غير شويه ياد ندفيه بلاكو ديرو سخون، باسكو ميم تتعسل رايحه تجيكم معجنه من بعد تطرى ما تبقاش كروستيون. كيفاش نعسلها؟ نقلبها الونفير على الوجه تاعها ونرمي عليها العسل مليح، خليها تشرب شويه ونقلبها. كي نجي نرفدها، الا كان كي رفدتها صبتها ثقيله سي بون، معناتها الصمصه تاعي راهي معسله حتى للقلب. صبتها خفيفه نعاود نرجعها في العسل نشربها، نرمي عليها هكذا حتى تشرب ونديرها. نكمل كامل الكميه تاعي. من بعد كي تكملوا تخلوها تقطر بيان سور ونحطوها في صحن التقديم. حبيتوا تخلوها سامبل، حبيتوا ديروا لها شويه تاع البيستاش، حبيتوا ديروا لها كاين اللي يدير لها شويه تاع لي زاموند ايفيلي، مي بالك ديروا لها الجلجلان باسكو ما يجيش كامل فيها اي سا مارش با معاها. دونك كانت هذه الوصفه تاع اليوم، نتمنى اني كنت خفيفه عليكم. نقول لكم بقاو على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، وان شاء الله تكون عجبتكم، وبعثوا لي ان شاء الله كامل الخدمه اللي تخدموها، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، ونقول لكم بقاو على خير.